5 نصايح علشان تحمي نفسك من الهاكرز في 120 ثانية. اوعى تخش على لينك ما تعرفش مصدره. اي حاجه ممكن تتبعت لك ممكن تكون سبب في ان هي يتعمل لك هاك، سواء عن طريق ان هي بتطلب منك الايميل والباسورد بتوعك ويكون الموقع مزيف فتتبعت الداتا بتاعتك للهاكر، او عن طريق ان هي مباشره بتاخد صلاحيات ان هي تاخد داتا من الموبايل عندك. ما تحملش اي برنامج مش معروف، خصوصا لو من بره البلاي ستور او الاب ستور. البرامج ديت كتير منها جدا بياخد صلاحيات ان هو ياخد الداتا بتاعتك، وانت بتبقى بتسمح لهم بدوت بكامل ارادتك. وكتير منهم بيبقى سبب ان هو بيظهر لك اعلانات حتى لو انت مش فاتح النت او انت ما بتعملش اي حاجه على الموبايل، برضه بيظهر لك الاعلانات على الموبايل مره واحده. فابعدوا دايما عن اي ابلكيشن انتوا ما تعرفوش. دايما اعمل ابديت لموبايلك اول باول، اعمل التحديث اللي بينزل لك اول لما ينزل، لان كتير منهم بيبقى سكيورتي ابديتس. التحديثات ديت الشركات ما بتنزلهاش من فراغ، هي بتبقى منزلاها علشان تحميك من ضد الهاكرز او من ضد ثغرات بتبقى موجوده في النظام بتاعك بتسمح للهاكرز ان هم يعملوا لك هاك. بالتالي انت لما بتعمل التحديث دوت بتصعب على الهاكر اكتر ان هو يعمل لك هاك. ما تخليش الباسوردات بتاعتك واضحه وصريحه، لانك بالشكل دوت بتسمح ان اي حد يعرف يعمل لك هاك لو خمن الباسورد بتاعك، زي مثلا 1 2 3 4 5 6 او نوعيه الباسوردات ديت اللي بنشوفها كتيره جدا. ما تستعملش اي واي فاي مفتوح انت تشوفه قدامك، لان الموضوع دوت بيسهل على الهاكر لو هو على نفس الشبكه بتاعتك ان هو يعمل لك اختراق بسهوله. الفيديو دوت سبونسرد باي ميلان ستور، اول مكان بفكر فيه لما بحب اشتري اي حاجه متعلقه بالموبايلات. هتلاقوا مكانه على جوجل مابس موجود في الديسكربشن. ما تنساش تعمل لايك لصفحتي ولصفحته على الفيسبوك، وتعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي. كان معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو، استنوني في الفيديو الجاي.